اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفيقتي العراقية قالت لي نصيحة، قالت لي حطي الششبرك بقلب الطماطم بتطلع طعمة خرافية ما بقى تنسيها أبدا، أطيب من اللبن بكتير. قلت لها طول عمري متعودة الششبرك بقلب اللبن، كيف رح يكون بقلب الطماطم؟ قالت لي جربي وما بتندمي. قلت لحالي أنا رح أعمل كمية كبيرة من اللبن، رح أشيل قسم منها أعمله برب الطماطم، ما بكون خسرت شي، دائما لازم نجدد بأكلاتنا. عملت يلا تعالوا نتابع الفيديو للآخر مع بعض ونشوف الطريقة عجبتنا ولا لا. الطريقة بصراحة كانت كتير ظابطة، وفعلا نصيحتها بمكانها، طعمة عن جد خرافية وعن جد طعمة بتاخد العقل. تعالوا نشوف المقادير بالضبط، مقاديرنا نفسها. إذا عجبتكم الفيديو بالبداية بتمنى منكم لا تنسوني من الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على اللايك فضلا منكم وليس أمرا. بتمنى كمان تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء قد ما بتقدروا مشان قناتي تكبر فيكم. ويلا خلينا نشوف المقادير نفسها أنا ماشي بالششبرك ومقادير اللبن ومقادير اللحمة. 1.5 كيلو من اللحمة مع بصلة مفرومة، قلبتهم مع بعض وحطيت عليهم نص جرز من الكزبرة. وهذا المقطع كلياته يعني عملت 10 كواب من الطحين لمعلقة من الملح ومعلقتين من الزيت النباتي، قلبتهم مع بعض وحركتهم. وبعدين ضفت لهم 3 كواب من المي بالتدريج، ضفت 2.5 كوب بالبداية وبعدين النص الأخير. وهاي طريقة العجين كتير ناجحة، يعني أنا لحد هون المقادير ماشي معاكم نفس مقادير اللبن. يعني نزلت لكم الفيديو رح تلاقوه بفيديوهين سابقين، يعني قبل فيديوهين سابقين. شوفوا الطريقة بالضبط. إذا مو حابين تعملوه باللبن بالبندورة طماطم اعملوه باللبن نفس المقادير بالضبط. يعني أنا هون مجهزة العجينة وجهزت اللحمة وحطيتهم على جنب، وهلا رح نبلش نشتغل فيهم. رح نشتغل الششبرك النظامي اللي اشتغلته معاكم. فردت وقطعت بهالطريقة هاي، وزي ما انتم شايفين عجينة ناجحة 100%، ما بتلزق أبدا. لو بتضلها محطوطة على الطاولة فترة ما بتلزق. نصيحة اعتمدوا هاي المقادير بالعجينة وما بقى تندموا أكتر، وما بتحتاجوا انه تبخوا طحين كل فترة والتانية. هلا رح نعبي الحبات ونحطهم بالصينية اللي باخينها شوية طحين، وزي ما قلت لكم ما رح تلزق أبدا. يعني مش في نوع من العجين برجع بيشرب الطحين وبرجع بلزق وبيعذبنا وبتتغير شكل الحبة، ونحن بنكون تعبانين على حبتنا وعلى ششبرك ومقصصينه قطع صغيرة وبدنا اياهم يطلعوا كلياتهم نفس الحبة. هلا عبيتهم ولحد هون انا ماشية بنفس مقادير ونفس الفيديو الاولاني. هلا رح يبلش عنا الشغل تبع رب البندورة. رب الطماطم تعتمد دائما، انا بحب الطماطم الطبيعية دائما تعطي نكهة اكتر ونكهة يعني كتير رايقة. هلا عندي راس من الثوم قليته مع الجزبرة، بدي اقليه مع الجزبرة واحطه فوق اللبن تزيين وفوق البندورة. بس انا هلا هون عم بحضر للطماطم، حبة من البصل وحبتين من الطماطم و400 جرام من الرب الطماطم الطبيعي. انا عملت 400 جرام لاني اخذت حبتين من الطماطم. دائما استخدموا طماطم طبيعية بتيجي طعمتها كتير طيبة، واذا ما في طماطم طبيعية جيبوا من رب الطماطم اللي هو طعمته وهو طبيعي. هلا سنين من الثوم بنزلهم، معلقة من الفلفل الأحمر حلو ومعلقة من الريحان ومعلقة من الزعتر البري. هاي نكهات بتجنن بقلب الطماطم، ومعلقة كبيرة من الملح. وهلا رح نضيف قد العلبة اللي أخذناها، هاي العلبة 750 جرام من المي، وبضيف لها برجع كمان 300 جرام من المي. بغليهم على النار هيك، بحطهم من دون ما احركهم، وبعدين ببلش احرك فيهم لحد ما حبات البندورة والبصل يدوبوا بقلب المرقة، يعني يصير هيك بهالطريقة هاي. وبعدين هلا بتيجي مرحلة اني انزل الششبرك لاني ما رح طول عليه. ليش استنيت لحد ما رب الطماطم تعقدت مع بعض والطماطم دابت والبصل كتير داب. وهلا بنزل الحبات وبتركهم على نار واطية. زي ما انتم شايفين بقلبهم بالمعلقة، دائما بحب استخدم المعلقة الصغيرة بالشغل خصوصا بهيك اكلات. بعطيهم تقليبة عشان كلياتهم يجي عليهم حرارة بنفس الوقت وما يلزقوا ببعض ابدا. ما بديها رخوة ابدا. زي ما انتم شايفين اجت على القد، بقلي شوية من الصنوبار زي ما اتفقنا مع التومات اللي نحنا هرسناهم مع الكزبرة. وهلا بيجي وقت التزيين للبن وبنفس الوقت لرب الطماطم. شفتوا طبختي كانت طبختين بطبخة واحدة ونكهتين مختلفات تماما.
عن جد طعمه بتجنن، يسلم ايديكي. اهل السعودية واهل العراق كتير شاطرين كمان بالطبخ، طعمات كتير بتجنن ومعتمدين كتير على رب الطماطم، طعمات مفيدة ومغذية بنفس الوقت. شوفولي على الحبات ما أحلاها، عن جد طعمة بتجنن، يعني طعمة الطماطم لحالها بتاخد العقل. بتمنى تجربوا الطريقة، وبتمنى تشاركوها مع الأصدقاء، وبتمنى تسعدوني بالاشتراك وباللايك، ولو لسه مو مشتركين بتمنى منكم الاشتراك. بشوفكم فيديوهات جديدة ولقاءات جديدة وحلويات عملت معاكم كتير طيبة رح تنزل جديد على القناة، وبشوفكم فيديوهات تانية، وسلام.